السلام عليكم. شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا طريقة الكريسبي دجاج مع المايو صوص الكوكتيل من المطبخ الغربي. هنا عندي صدر دجاج راح نشرحه على شكل أصابع بهالطريقة هذه. هيك يكون. وعندنا التوابل اللي راح نتبل بيها الدجاج، اللي هي بابريكا، ثوم بودرة، كركم، فلفل أسود، هيل، بصل بودرة، وملح، بالإضافة إلى نص فنجان زيت أو زيت الزيتون، أي شيء متوفر عندكم. هذا بالنسبة للتتبيلة. نكمل التتبيلة ونرجع للصوص. هسه راح نقطع صدر الدجاج ونرجع لكم للتتبيلة. هسه بعد ما قطعنا صدر الدجاج بالشكل هذا، نجي لطريقة التتبيل. نضيف كل التوابل اللي عندنا اللي ذكرتها، ونبدي نلابسهم بهالطريقة. نضيف الزيت، ونتركها ساعة بالتتبيلة حتى تشرب كل التوابل وتاخذ نكهة البهارات. نضيف شوية خل أبيض، بالشكل هذا. تتبل عندنا كل الدجاج. راح نتركها لمدة ساعة، وأفضل أن تكون تنشغل بالليل، تتبل وتنترك بالثلاجة، يكون الطعم أكثر. هذه راح اتركها هسه لمدة ساعة. بين ما تتخمر نشتغل طريقة المايو صوص. هسه نجي لطريقة المايو صوص الكوكتيل. ايش راح نحتاج؟ كاتشب، مايونيز، خردل، عصير برتقال، وفلفل أسود. راح نسوي الصوص الرئيسي الأساسي اللي هو يكون حلو، وبعدين نطلع من عنده عدة صوصات. بالبداية أضيف الكاتشب، على علبة كاتشب كاملة. نضيف المايونيز. نسبة الكاتشب تكون أعلى من المايونيز، يعني تقريبا ناخذ نص علبة مايونيز، بالإضافة إلى ملعقتين من الخردل والفلفل الأسود. نبدي نمزج هذه المواد سوية. طبعا هاي الصلصة تصلح للفينجر، للسمك القلي، وللدجاج، ولباقي الأكلات المقلية أو المشوية. حتى نجانس كل المواد سوية. هسه هنا نضيف البرتقال، عصير برتقال طبيعي. اللي يحبه ثخين، يعني قوامه ثخين، لا يخليه لا يكثر من عصير البرتقال.
واللي يحبه خفيف ينطيها نص كوب من العصير. أنا بالنسبة لي اكتفيت بملعقتين أو 3، هي مجرد نكهة أو طعم. هسه هنا صار عندي الصوص جاهز. ما نكتفي بهذا الصوص فقط، راح نجي نقسم من عنده قسمين. القسم الأول ناخذ ملعقتين 3 من الصوص، اللي يحبه سبايسي راح نضيف له شطة، اللي يحبون الصوصات السبايسي نضيف له شطة، أي نوع شطة عندكم نضيف له ملعقتين من الشطة. هسه هنا صار عندنا مايو صوص سبايسي. نجي للنوع الثاني، أيضا ناخذ ملعقتين 3 أو 4 ونضيف له ثوم مهروس. هاي راح تصير بنكهة الثوم. هسه صار عندنا بنكهة الثوم مايو صوص، وصار عندنا سبايسي بالشطة. بقى عندنا هذا النوع اللي هو سادة، راح نضيف له ملعقتين عسل، راح يصير مايو صوص حلو. هناك اكتملت عندنا كل الصلصات اللي نحتاجها. هذا تنفع للدجاج الشوي، للسمك القلي، الكريسبي، كنتاكي، برجر، كلها تشتغل هاي الصوصات. هسه بعد ما تركنا الدجاج عندنا بالتتبيلة، نجي لطريقة القرمشة. هنا عندي طحين وهنا عندي حليب. بالبداية بالطحين هالشكل، وبعدين بالحليب، وبعدين نرجعها بالطحين. هنا هاي المرحلة الثانية مالت الطحين مرحلة جدا مهمة، حتى نخلي بها تصير قرمشة أو حراشيف تطلع بها. شو نسوي؟ نقرصها بهالطريقة هاي، نبدي هيك قرص حتى تطلع عندنا حراشيف بالقرمشة بهالطريقة هاي. تشوفوها؟ أرجع أكرر نفس العملية بالطحين، بعدين بالحليب، وبعدين نرجعها للطحين. بس هنا بهالمرحلة هذه نقرص الدجاج بهالشكل هذا حتى تصير عندنا حراشيف للقرمشة، وأستمر بهذه الطريقة على كل القطع اللي عندي تطلع عندي بهالشكل هذا. راح أكمل كل الكمية ونرجع لمرحلة الزيت. هسه بعد ما كملنا التتبيلة راح ننتقل مرحلة العفو. مرحلة شنو؟ هذا الصوص السبايسي شوية أثر علي. ننتقل لمرحلة القلي. هسه هنا الزيت لازم يكون عندنا حامي، ونجي ننزله بهالطريقة هذه. من ننزلها بالزيت أبد ما نحركها، نتركها إلى أن
تتقرمش. هسه بعد مرور دقيقة من يصفى الزيت بهالشكل هذا معناتها اكتملت، نطلعها. ننزل الكميات ثانية. هسه الوجبة الثانية هسه هنا وصلنا لنهاية الفيديو، واكتمل عندنا الكريسبي دجاج مع الصوصات مالته، وهذا هو الشكل والقرمشة. أتمنى أنه استفادتوا من الموضوع. أخوكم طائر الجنوب، مع السلامة.